باقول لك إيه، تخيّل معايا المشهد ده، أول ما بتدخل أي agency كبيرة، ناس بتكون لابسة كويس وبتلاقي كلام إنجليزي في نُص الجُمل، وأول ما بتدخل الmeeting تلاقي بقى presentation وتلاقي بقى ألوان وكلام تقيل وحركات كده معمولة في الPDF. إيه شعورك بقى لمّا بتدخل الagency ديّة؟ تحس إن أنت دخلت مكان فاهم السوق كويس أوي، وأنت أصلًا جاي تتنمر على مشروعك. تبدأ بقى إن أنت تسمع مصطلحات كبيرة branding strategy وvisual وثقة السوق، وتلاقي في هدوء جدًا يبدأوا بقى إن هم يقنعوك إن النتيجة مش دلوقتي، كمان سنتين بقى إن شاء الله تبدأ تعمل مبيعات، ويقنعك كمان إن البيع مش مهم دلوقتي، وإن اللي بيحصل ده دلوقتي هو استثمار طويل المدى، وتدفع وتستنى وتصدق كمان إنك بتبني حاجة كبيرة. بس في الحقيقة بقى اللي بيحصل مختلف تمامًا. أنا مش باقول إن كل agency تبقى نصابة، بس في فرق كبير جدًا، حد بيبني براند وحد بيبيع شكل براند. في ناس شاطرة إنها بتخلّيك تحس إن أنت ماشي صح، حتى لو ما فيش نتيجة خالص دلوقتي، بيعملوا لك بقى presentation شكل احترافي جدًا، وألوان شكلها مترتب، وكلام كبير جدًا، بس ما فيش سؤال واحد مهم بيتسأل، هل ده هيخلّي العميل إن هو يختارك بعد الدش ده كله؟ لإن الbranding الحقيقي هو مش عبارة عن PDF أو لوجو ولا حتى presentation، لكن الbranding الحقيقي بسيط خالص وبيكون مؤثر في نفس الوقت، وإن كمان الclient يقف قدامك ويشاور عليك ويقول أنا عايز ده، من غير بقى إيه رغي كتير، ومن غير حتى إقناع، ومن غير لف ودوران. لكن لو أنت هتدفع فيه مش بيقربك من اللحظة دي، يبقى أنت مش بتبني براند، بتدفع تمن إحساس هو مش موجود. والسؤال اللي يوجع شوية، هو اللي شغال على مشروع بيبني لك مبيعات ولا بيبني لك ملف شكله حلو وخلاص؟